مرحبا بكم ورمضانكم مبروك. الناس اللي تتابع في القناة تعرف انه انا حاليا نعمل في سلسلة متاع فيديوهات اسمها 5 اسباب، وكل مرة موضوع المتابعين يصوتوا، وعلى حسب التصويت اكثر موضوع هو اللي نعمل عليه الفيديو. البارح عملت صبر آراء، ولا طلبت من المتابعين انهم يصوتوا، لقيت انهم صوتوا اللي يعني التصويت لموضوع 5 اسباب الى انه المشيشي أسوأ رئيس وزراء في تونس، لقى نسبة كبيرة من الأصوات. كنت على أساس بما أنه البورسنتاج تاعها، كنت يعني في البرنامج نعمل 5 أسباب اللي تخلي المشيشي أسوأ رئيس وزراء لتونس. انا غالبا يعني مانيش نعمل في اعادة صياغة، الافكار تكون مرتبة في مخي، جيست يعني كما نقولوا نعمل فويس ونحط تصويرة ونتعدى، مانيش يعني نقرا جريدة ولا نقرا ارتيكل ونعمل اعادة صياغة كما يعملوا برشا من الناس. لكن البارح انا عملت يعني الفيديو متاع المشيشي، ال5 اسباب متاع المشيشي، لكن قلت خليني قبل ما نعمل اللورجيسترومون متاع الفيديو نمشي نثبت في السي في وفي التايمينج كرونولوجيك متاع العركة بينات وبينات الرئيس قيس سعيد. وانا نقرا في السي في متاع المشيشي والمناصب اللي شدها، ونشوف في التايمينج وقتاش بدات المشاكل وكيفاش بدات العركة وتطورت، جيت في بالي، حسيت روحي كأنه شخصية المشيشي شفتها قبل. باش نوريكم حاجة نحبكم تشوفوها معايا. وانا نقرا في السي في متاع رئيس الحكومة، جات بينات عيني ولا في المخ متاعي الشخصية متاع اللي قدمها أحمد زكي الراحل الله يرحمه في فيلم معالي الوزير، وهي شخصية الإداري اللي كان مقرب إلى السلطة وما نجمش يشدها بيديه، لكن أول ما شدها وأول ما وصل إلى السلطة الحقيقية قرر أنه يفرط ولا يسلم في كل شيء في سبيل المحافظة على السلطة ذيك. نشوفوا السي في متاع رئيس الحكومة، نلقاوه انه في السنوات الاخيرة يشتغل في الادارة، ديما تلقاه كان رئيس ديوان في وزارة اي تحت الوزير، كان ديما يشتغل تحت الوزير. انا مرة عندي ولد حومتي يخدم في كيوسك ووضعيته المادية صعيبة، جيته فلوس يعني اسيرونس، اول ما عمل شراء كهرباء، كي سألته انا قلت له علاش مثلا ما شريتش دار ولا ارض، قال لي انا عمري كامل نخدم في الكيوسك ونعبي في المازوت للعباد، قال الخدمة ذيك خلتني يعني كما نقولوا الحلم متاعي اني نوصل نمتلك كرهبة كيفهم. نفس الشيء بالنسبة لهشام المشيشي، كي تبع كما نقولوا التايمينج ولا توقيت الخلاف بينه وبين قيس سعيد، نشوفوا انه قيس سعيد هو اللي عين المشيشي، وهذا صحيح. قيس سعيد اختار انه يعين شخصية ادارية خصوصا بعد مشاكل الفخفاخ، تجنبا للتوترات والصراعات الحزبية، يعني كما يقولوا باش يبرد الجو. كما نشوفوا حتى في التسريب متاع ميا الكسوري اللي حكيت فيه مع نادي عكاشة، تقول انه هو انوم دو باي، يعني كما نقولوا سيرفاس ولا ماريونيت، ولا السيد ما عندوش يعني كما ماهوش باش يكون مثلا ماهوش رجل سياسي يعني باش نتخافوا منه ولا نتقلقوا منه، هو اداري، يعني يمشي على اليمين يمشي على اليمين، يمشي على اليسار يمشي على اليسار. لكن نشوفوا اول تحرك ولا التحركات الاولى اللي عملها المشيشي، نشوفوه انه اول حاجه حب يضمن المنصب اللي تحصل عليه، مشي ديريكت بدا يعمل في تحالفات ويعين في مستشارين من الكتله متاع قلب تونس، وبدا يعين في الناس اللي قراب من النهضة، يعني في أول المشاورات قبل ما يتم المصادقة عليه، خاطر نتفكروا الحبيب الجملي اللي رفضوا البرلمان، هو في الوعي متاعه عارف انه ينجم يسقط من البرلمان، لذلك عرف انه طريقة الحفاظ على الكرسي متاعه هي بضمان رضا النهضة ورضا ائتلاف الكرامة وقلب تونس، اللي هما تقريبا حاليا الائتلاف الحاكم في تونس. المشاورات هذيا خلت قيس سعيد يتفطن قبل، بالرغم اللي هو عينه من قبل من قبل ما يبدا التصويت على المشيشي، خليه يتفطن انه ماهوش جاي يعني كاداري ولا كتكنوقراط، بل بالعكس هو جاي باش يقعد في الكرسي وباش يمارس السياسة ويكون عنده مستقبل سياسي، فقرر انه فبدأ الخلاف من غاديك. وكي نشوفوا زاد التمشي الزمني
متاع المشاكل بينات قيس سعيد والنهضة، نشوفوا الرياكسيون متاع المشيشي. قيس سعيد بدا يعني اول ما بدا في التصويت ولا في التصعيد ضد النهضة، نشوفوا المناكفات اللي صارت بيناته وبينات المشيشي، اللي اخرها مثلا التصريح وقت اللي قال له زيد في وقت حظر الجولان، قال له خليني انا نستشير اللجنة العلمية قبل. وكما اللي صار البارح في فاست وكالة انباء افريقيا، وقت اللي بعث الامن متاعو باش يلجم الصحفيين والناس اللي تكلمت على حقها ورفضت اخوانة الوكالة الاعلامية. المشيشي قاعد يستغل في الصراع اللي صاير بينات قيس سعيد والنهضة باش يضمن هو وجوده كرئيس للوزارة. عالم السياسة اللي تعلمنا منه الدرس انه السلطة هي مفسدة والسلطة هي اغراء واغواء. كثير من الشخصيات يدخلوا يتمسكنوا، كما حتى تاريخيا في السودان عمر البشير جابوه باش يعمل انقلاب ويشد السلطة الاخوان، لكن بعدين انقلب على الناس الكل بما فيهم الاخوان، وحتى حسن الترابي الزعيم متاعه ولا المدرس متاعه حطوا في الحبس. هذيك عليه شخصية كما شخصية المشيشي هي خطر، هي مستقبل الدكتاتورية الحقيقية، هي الناس اللي تلعب على اوتار ولا على الخلافات ولا الاختلافات باش تحقق اكثر منصب واكثر كما نقولوا مكاسب مادية ومكاسب سياسية ومكاسب معنوية. والغرض من اللي يعمل فيه المشيشي هو ماهوش مثلا تحييد الإدارة ولا يخلي مثلا انه القصر ما يتدخلش في السلطة التنفيذية، لا، الغرض منه هو كسب ود أنصار حركة النهضة. خاطر انا نتصور في تصوراتي هكا وتكهناتي انه باش يقدم روحه كرئيس جديد لتونس في الانتخابات، خصوصا انه النهضة ما عندهاش مرشح يكون عليه اجماع. هو يتصور في روحه ممكن بتطمينات زادة من الغنوشي انه باش يكون هو رئيس جديد ولا قائد سياسي جديد. لكن انا اللي نعرف يعني كيفاش طريقة حركة النهضة والتفكير متاعها، المشيشي سيذهب بمجرد الاتفاق بين الغنوشي وقيس سعيد على آلية حل البرلمان والانتخابات المبكرة والصلاحيات الجديدة اللي باش تكون عند رئيس الجمهورية. إذا اتفقوا في الثلاثة نقاط هذوما فإنه المشيشي سيكون كورق الحمام اللي بعد ما تعمل يعني حاشاكم الواحد متاعك تمسح به وتطيشه. هذا رأي حبيت نشارككم بعيد يعني عن الفيديوهات الكلاسيكية، يعني حبيت نفرغ قلبي معاكم. ما نعرفش ممكن خضرت ممكن لا، اكتبوا لي تعليقاتكم. ليلتكم زينة وإن شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل.